والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. الفصل الرابع في باب الغسل، وهو عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الأغسال المستحبة، بعدما ذكر موجبات الغسل وذكر بعدها صفة الغسل الواجب. صفة الغسل وهي قسمان: واجب ومستحب، ثم ذكر بعد ذلك الأغسال المستحبة. فقال رحمه الله تعالى: قال: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل مجموعة من المسائل. المسألة الأولى قوله: ويشرع لصلاة الجمعة. هذه اللفظة حقيقة يعني تكررت في اصطلاح المؤلف رحمه الله على بعض المسائل الشرعية، فيعبر بهذا التعبير يشرع. هذا يعني مما أخذ على المؤلف رحمه الله تعالى في هذا التعبير، لأن كلمة يشرع تحتمل الواجب وتحتمل المستحب، بل حتى المباح يشرع. حتى المباح أنه يقال أن يشرع لك، يجوز لك إيش أن تفعل هذا. فهذه عبارة غير واضحة، يعني غير واضحة، وإن كانت يعني في السياق يفهم منه أنه يريد به الأمر المستحب. فذكر أول الأغسال المستحبة، ذكر الغسل للجمعة. قال: ويشرع لصلاة الجمعة. إذن أولا هو هنا المقصود يعني بالغسل هنا لصلاة الجمعة وليس للجمعة. المقصود الغسل إيش؟ لصلاة الجمعة، يعني على من ذهب للجمعة، وليس لأنه يوم الجمعة. فمن لم يكن من أهل الجمعة فهنا لا يشرع له هذا، يعني أنه يعني كان واجبا أو مستحبا، إنما المقصود لمن أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول الجمهور، هو قول جمهور العلماء، يرون أن الغسل لصلاة الجمعة مستحب وليس بواجب، وليس بواجب. لكن القول يعني الأقرب للدليل والأرجح والله أعلم هو القول بوجوب الغسل لصلاة الجمعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هنا المقصود بالمحتلم أي البالغ المكلف. وكذلك في حديث آخر: من أتى الجمعة فليغتسل. فهنا أخبر بالوجوب. هذه الألفاظ يعني كما رحمك الله ذكر يعني أهل الأصول الألفاظ التي يستفاد منها إيش؟ الوجوب. ما هي الألفاظ؟ إما بتسميته بالاسم وهي إيش؟ الواجب ويجب والوجوب وغير ذلك من الألفاظ المتقاربة في هذا التي يستفاد منه الوجوب. وكذلك الأمر، الأصل بالأمر المطلق الذي لم تأتي قرينة تصرفه عن أصله أنه يفيد الوجوب. فهنا من أتى الجمعة فليغتسل، هذه فليغتسل اللام لام الأمر، اللام الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، هذا من ألفاظ الأمر ومن ألفاظ إيش؟ الوجوب، من ألفاظ الوجوب. ولا يوجد دليل يعني قرينة
واضحة صريحة في صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إنما غاية ما يعني استدل به يعني من أقوى الأدلة عند من يقول بالاستحباب هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل أفضل، وهذا كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، ونقل ذلك عن ابن حزم رحمه الله، أنه هذا لا يستفاد منه أن إيش الغسل الجمعة هو أمر مستحب، إنما غاية ما في هذا الحديث أن الغسل أفضل، وكلمة أفضل لا يستفاد منها المستحب. وذكر من ذلك يعني قول الله عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهنا خيرا لهم يعني بما يقابل كلمة أفضل. خيرا هي تقابل كلمة إيش؟ أفضل. فهل هنا إيمان أهل الكتاب مستحب لهم، والتقوى مستحبة واجبة عليهم أنهم يؤمنوا ويصدقوا ويتقوا الله عز وجل؟ فهذه القرينة لا تصلح لصرف الأمر يعني من الوجوب إلى الاستحباب. فهذا القول هو الأقرب للدليل، والله أعلم. وهذا يعني هو ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو مذهب ابن حزم وغيرهم من العلماء. كيف يعني إيش وجه نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. هو بالنسبة للوضوء لا يقال أن يعني الغسل هو شرط لصحة الجمعة. هو تصح منه الجمعة لكنه خالف الأمر، يعني هنا خالف الأمر. فالقرينة هنا يعني القرينة التي تصرف الأمر عن الوجوب يشترط فيها أن تكون قرينة صريحة. التي تصرف الأمر من أصله إلى من الوجوب إلى الاستحباب، يعني تكون إيش؟ قرينة واضحة صريحة. فهنا يعني وصف الغسل بأنه أفضل، ولا شك أن الفعل الواجب هو الأفضل. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. فامتثال الأمر والقيام بالواجب أفضل. يعني هل معنى الأفضل أنه مستحب؟ ما يفهم منه هذا. المسألة الثانية قال: وللعيدين أي من الأغسال المستحبة الغسل للعيدين. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف يعني بين يعني الاستحباب والإباحة، وليس في الوجوب. يعني لم يقل أحد بوجوب الغسل للعيدين، لكن هل هو مستحب أم إيش؟ أم أنه أمر جائز ومباح؟ الصحيح هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أنه من الأغسال المستحبة. وهذا من أدلة هذا القول حديث زاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. قال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. أنا أسألك عن الغسل المشروع، وليس أنه يجوز لي أن أغتسل أو لا أغتسل، وإنما قال له: لا، الغسل الذي هو الغسل، أسألك عن الغسل المشروع. قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر. فذكر من الأغسال المشروعة إيش؟ هو يوم النحر ويوم الفطر. فهذا يعني من الأدلة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على يعني استحباب الغسل للعيدين. طيب، قال: المسألة الثالثة
ولمن غسل ميتا، ولمن غسل ميتا. هذه مسألة كذلك من المسائل التي اختلف فيها العلماء، منهم من ذهب إلى وجوبه، منهم من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الاغتسال لمن غسل ميتا. والراجح هو ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو القول الذي تجتمع فيه الأدلة. فمن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، هذا دليل لمن؟ هذا دليل لمن قال بالوجوب. من غسل ميتا فليغتسل، هذا دليل إلى الآن إيش؟ لمن قال بوجوب الغسل على من غسل ميتا، هذا هو ظاهره. لكن صرف عن الوجوب، من الأدلة التي صرفت هذا الأمر عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. كنا نغسل الميت، فهنا قوله كنا هذا تعبير عن إيش؟ عن السلف، ليس يعني هو أمر خاص به، وإنما على يعني كأنه من معاني يعني الأمر المشتهر عند الصحابة. قال كنا، تعبير هذا يعبر عن الجماعة، فهذا يعني دليل واضح صريح في صرف الأمر المتقدم إيش؟ من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله في كما في كتابه أحكام الجنائز، أحكام الجنائز. المسألة الرابعة قوله: وللإحرام. هنا المقصود بالإحرام أي من إيش؟ أراد أن يحرم للحج أو العمرة. وهذا من الأغسال المستحبة، والمسألة كذلك فيها خلاف بين العلماء، والراجح هو ما قاله المؤلف رحمه الله، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء على أن الغسل للإحرام لمن أراد أن يحرم للحج والعمرة هو مستحب. ومن الأدلة عليه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله عندما أراد إيش؟ أن يهل ب يعني الحج أو العمرة، واغتسل. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وهذا صريح في مشروعية واستحباب الغسل إيش؟ للإحرام، لأنه الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المجرد، الفعل الذي هو فعل تعبدي وليس فعلا عاديا من أمور العادات والمباحات. إذا كان فعلا مجردا ولم يعني يأتي هناك أمر آخر خارج هذا الفعل، ماذا يفيد؟ الأصل الفعل يفيد الوجوب أم الاستحباب؟ الأصل أنه يفيد الاستحباب. طيب لماذا يعني كثير من ما مر معنا مثلا في صفة الوضوء أخذنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهو فعل مجرد، وهو فعل قصدي. لماذا كان هذا الفعل دليل على الوجوب وليس على الاستحباب؟ نعم. نعم.
وأنا سؤالي بارك الله فيك أنه لماذا أخذنا من هذا الفعل دليل على الوجوب؟ هذا الفعل الذي فعله في صفته للوضوء أخذنا منه الوجوب، وهنا نقول للاستحباب. مسألة حتى واحد يعني يستفيد منها طالب العلم. داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المداومة لا يدل على لأنه شرط الصلاة الوضوء. إيش؟ أبو إدريس، الأصل في الفعل، بارك الله فيك، هاي مسألة أصولية لابد أنه يعني، وأظن مرت عليكم في الأصول، ما درستوا التسهيل الأصول؟ الأفعال أخذتوها ولا لا؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل موجود فيها في التسهيل، لكن القضية تحتاج إلى تركيز ومراجعة طالب العلم. حتى هاي مسألة جدا مهمة. أنت يعني دلالات الألفاظ من أنفع المباحث لطالب العلم أن يفهم إيش دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ كيف تستفيد منها؟ الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على الاستحباب. لماذا قلنا المجرد؟ انتبهوا كلمة المجرد. الفعل المجرد الذي ايش؟ لم يأتي ايش به؟ لم يأتي أمر آخر. فعل المجرد الذي لم يأتي بيانا ايش لأمر مجمل أو أمر مطلق. الفعل أحيانا ما يأتي مجردا، وإنما يأتي هذا الفعل بيان للأمر المجمل، مثل قطع النبي صلى الله عليه وسلم ليد السارق من الرسق. هذا فعل ولا مو فعل؟ فعل. هذا يدل على الوجوب وعلى الاستحباب. هل يجوز أن تقطع اليد من الأصبع مثلا أو من غير مكان؟ هذا الأمر عفوا هذا الفعل، هذا فعل بيان للأمر المجمل الذي في القرآن، الذي قال إيش؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الموضع الذي إيش تقطع منه اليد. فالفعل الذي يعني لم يكن مجردا قد يأتي إيش لبيان أمر مجمل. قد يأتي إيش تخصيص مثلا للعام أو تقييد للمطلق. هذا ما يقال عنه فعل يدل على الاستحباب، وإنما هنا إيش؟ هذا الفعل بحسب ما جاء به. فهنا مثلا في الوضوء، هذا في الوضوء الله عز وجل أمرنا بغسل الوجه، ثم أتينا إلى غسل الوجه. كيف نغسل الوجه؟ أتينا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم غسل الوجه أنه إيش داخل فيه المضمضة والاستنشاق، بدليل أنه لم يترك المضمضة وإيش والاستنشاق. فدل هذا على أن المضمضة والاستنشاق هو من ضمن الأمر الذي جاء مجملا في القرآن. فالفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على الاستحباب هو الفعل المجرد الذي لم يأتي بيانا ليش؟ يعني أمر آخر ورد في القرآن أو كذلك ورد في السنة. لأنه كما قال الإمام أحمد، ماذا قال؟ قال والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل. كيف تفسر القرآن؟ تبين المجمل، تقيد المطلق، تخصص العام، وهكذا. لكن هذا تجرد الإهلال واغتسل. هل جاء أمر من الله عز وجل إيش بمسألة يعني ما يخص مسألة الإهلال مثلا بالغسل؟ لم يأتي أمرا مجملا، لم يأتينا أمر مجمل حتى نقول هذا بيان للأمر المجمل، وإنما فعل مجرد. لم يأتي إيش أمر آخر في قضية الاغتسال للإهلال بالحج والعمرة إلا هذا الفعل المجرد وحده، فدل هذا على الاستحباب. فهذه مسألة أصولية يعني مهمة لطالب العلم أنه يفهم يعني دلالات الألفاظ. الفعل على ماذا يدل؟ الأمر المطلق إذا جاء مبينا في السنة، فهنا الواجب الأخذ بالبيان الذي في السنة. المسألة الخامسة والأخيرة مما ذكره المؤلف من الإغسال المستحبة، قال ولدخول مكة. وهذه المسألة يعني كذلك من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، كما أشار إلى ذلك صاحب الروضة الندية. وهذا الراجح هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أنه الاغتسال، بارك الله فيك جزاك الله خير، الاغتسال لدخول مكة من الأغسال المستحبة.
ومن الأدلة عليه حديث ابن عمر عند مسلم أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى، إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش فعله. فهذا فعل ابن عمر يعتبر إيش حجة وله حكم المرفوع، لأنه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه إيش فعله، ولم يقل أنه أمره به. لو قال أمر به لكان الأمر إيش واجب، لكن يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، يعني أن هذا مما يدل على استحباب الاغتسال لمن أراد أن يدخل مكة. مما يلحق بهذا الفصل من الأغسال المستحبة، أولا الاغتسال من دفن المشرك. الاغتسال من دفن المشرك، المشرك ليس فيه غسل حتى تغسله، لكن مجرد أنه يدفن وفي حفرة يكون بعيدا عن الناس، ليس كدفن الميت المسلم. قال لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا أن يغتسل حينما دفن أباه أبا طالب، حينما دفن، لأنه عندما جاءه علي رضي الله عنه وقال أن عمك قد هلك، قال اذهب فواره، اذهب فواره أي ادفنه. ثم لما جاء أمره بالاغتسال من دفن أبيه أبي طالب. وهذا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب، واستدل بهذا على استحباب الاغتسال من دفن المشرك. الثاني من الأغسال المستحبة هو عقب كل جماع، أي إيش عند معاودة إيش من أراد معاودة الجماع أهله. هو الأصل إيش الأصل في المرة الواحدة واجب، لكن أنه من أراد المعاودة أنه يغتسل ثم يعاود الجماع، يغتسل ثم يعاود إيش الجماع. هذا من الأغسال المستحبة لما ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه، فلما سأله أحد الصحابة قال لماذا لو جعلته مرة واحدة؟ قال ذلك أنقى وأزكى وأطهر وأطيب، وأطهر وأطيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل على استحباب الاغتسال عند معاودة الجماع. وذكر منه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة والعلة من إيش من الاغتسال عند المعاودة، قال أزكى وأطهر وأطيب. الثالث عقب الإغماء، عقب الإغماء، كما في حديث عائشة في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، كانوا ينتظرونه في المسجد للصلاة، فكلما قام أراد أن يذهب يغمى عليه، فإذا فاق إيش أمر بماء فاغتسل، ثم 3 مرات كلما يريد أن يذهب يغمى عليه فيغتسل. فدل هذا على الاستحباب، من أغمي عليه يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرابع غسل المستحاضة لكل صلاة. غسل المستحاضة، المستحاضة ليست هي الحائض، وإنما المستحاضة التي يخرج منها الدم باستمرار بسبب مرض أو عرق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هو عرق. إما لكل صلاة أو إيش الذي يسمى جمعا صوريا، أن تؤخر صلاة الظهر إلى قريب إيش صلاة العصر،
إلى أن يقرب صلاة العصر قبل أن يدخل صلاة العصر بفترة يسيرة، فتغتسل ثم تصلي بهذا الاغتسال صلاة الظهر، ثم يدخل صلاة العصر فتغتسل. وهكذا صلاة المغرب وصلاة العشاء، عندما تقرب صلاة العشاء قريبا من صلاة العشاء تغتسل وحتى تصلي بهذا الاغتسال، لكن هذا تصلي بالاغتسال صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر. أما بالنسبة للوضوء لا، تتوضأ لكل صلاة، ولا تتوضأ إلا بعد أن يدخل الوقت، إلا بعد أن يدخل وقت الصلاة. وهذه بالنسبة للوضوء كما يعني ذكر ذلك أهل العلم، أنه من كان به انفلات ريح أو سلس بول أو غير ذلك فله حكم المستحاضة في هذا الحكم، أنه يتوضأ لكل صلاة بعدما يدخل وقت الصلاة. أما الاغتسال هذا يعني سنة ثابتة ذكرها الشيخ الألباني كذلك رحمه الله تعالى في الثمر المستطاب. ويعني مما يذكر في هذا أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه أمرها. هناك من يقول يعني أنه بوجوب الاغتسال، لكن الصحيح أنها كانت تفعل ذلك من تلقاء نفسها، لكن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، فدل ذلك على الاستحباب، يعني استحباب الاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة. هذا آخر يعني ما يتعلق في مسألة الأغسال المستحبة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. لا لا، اصطلاح خاص الشافعية ما